لو سألتك إزاي تبيع منتج وتخلي الناس مهتمة بيه، كتير ممكن يقولوا اعمل إعلان. بس الحقيقة إن التسويق الناجح أكبر من مجرد إعلان. في الفيديو دوت هحكي لك قصة عن شخص بسيط بدأ بفكرة صغيرة ونجح لأنه فهم أسرار التسويق. علي كان شاب بسيط شغال في صناعة الحلويات، وقرر يبدأ مشروعه الخاص ببيع الشوكولاتة. الفكرة كانت جميلة، لكن في البداية المبيعات كانت شبه معدومة. بدأ يسأل نفسه ليه الناس مش بتشتري. هنا بدأ يكتشف إن المشكلة مش في المنتج لكن في طريقة تقديمه وتسويقه. أول حاجة عملها علي إنه بدأ يعرف من عملائه. راح وسأل الناس في منطقته عن نوع الشوكولاتة اللي بيفضلوه، طعمها شكلها وسعرها. هنا عرف مفهوم السوق المستهدف. تاني حاجة عملها، بدل ما كان بيعمل الشوكولاتة التقليدية، علي قرر يضيف نكهات جديدة زي الفراولة اللوز، ودي كانت القيمة المضافة اللي ميزت المنتج بتاعه. بعد كده علي لاحظ إن الشكل مهم للناس، فغير التغليف بالكامل وخلاه جذاب وأنيق، وهنا فهم أهمية العلامة التجارية. بعد كده علي بدأ يبيع الشوكولاتة في الكافيهات والمحلات بدل ما يقتصر على البيع المباشر، ودي كان اختيار لقنوات توزيع. آخر حاجة عملها علي، استخدم السوشيال ميديا عشان يعرف الناس بالمنتج بتاعه. عمل إعلانات بسيطة على انستجرام وفيسبوك، وعرض قصص العملاء اللي جربوا الشوكولاتة وحبوها، ودي كان الترويج الصحيح. بفضل الحاجات دي مبيعات عليه ارتفعت، وبقى عنده قاعدة عملاء مخلص. السر كان في إيه؟ إنه ركز على الأساسيات: فهم العميل، تقديم قيمة، وبناء علامة تجارية قوية. في النهاية خلينا نوضح لك المفاهيم اللي عليه يطبقها عشان ينجح. أول حاجة، السوق المستهدف، مين هيشتري منتجك. تاني حاجة، القيمة المضافة، ليه العميل يشتري منك. تالت حاجة، قنوات التوزيع، ازاي توصل منتجك للناس. رابع حاجة، العلامة التجارية، الشكل والصورة اللي الناس بتفكر فيها لما يشوفوا منتجك. خامس حاجة، الترويج، الطريقة الصحيحة اللي بتخلي الناس تعرف منتجك. لو عندك منتج أو فكرة وعايز تطورها، شاركنا أفكارك في التعليقات. ولو عجبك الفيديو، منساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى فيديو جديد عن التسويق والإدارة.